السلام عليكم. انا ليلى بوباز، الزوجه ديال منصف مالزي اللي باقي كنأكدها. ليلى بوباز الزوجه ديال منصف مالزي. انا البارح لحت واحد الفيديو كنتبت فيه بانه هذا الانسان هذا باقي راجلي وباقي ما مطلقينش، والدوسي ديالنا كاين في المحكمه، وعندنا الجلسه الاسبوع الجاي نهار 28. لكن الغريب في الامر اني كيوصلني مقال هاد الشخص هذا كيدير بانه حنا مطلقين هادي عامين، ومن تحت ديال المقال ديالو كيلوح ورقه تنازل. يا سيدي ربي، يا خوتي المغاربه، واش هادشي كيقبلوا عقل؟ الا كان مطلق هادي عامين علاش كيرمي التنازل ما يرميش ورقه الطلاق مثلا؟ لأن ورقة الطلاق هي الإثبات القاطع أنه هو مطلق، سواء عامين سواء عام سواء 3 شهور، ولكن الطلاق هو الإثبات القاطع. لكن هذا الشخص هذا ما عندوش ورقة طلاق. داكشي علاش شنو دار؟ لح لكم التنازل اللي كنت أنا درت ليه في الأول. فعلا درت ليه التنازل في الأول، كنا درنا طلاق اتفاقي. من بعد بالحكم أنني أنا ما عايشاش في المغرب، حكم القاضي بطلاق الشقاق، وقال ليه مرة ثانية بأنه بغى تنازل مني، هذا الطلاق الشقاق لا علاقه بطلاق اتفاقي. اتصل بيا قال لي بغيت ورقه اخرى، قلت ليه اين ورقه وعندي التسجيلات الصوتيه وعندي الميساجات ديالها كذا بيا. قلت ليه اين ورقه؟ قال لي ورقه ديال التنازل. قلت ليه لا ما غاديش ندير لك تنازل. بدا كيسبني 3 ديال الميساجات صيفطهم ليا ديال الصوت ديالو، كيسبني كل ميساج كيهضر معايا فيه كيسب. قال لك انا غادي يدعيني، قال لك بلي انا شنو نضرب سماوات السبع واللي بجهدي نديرو، وكيدير معايا غير القانون. واش يا سيدي ربي داك اللي مشى تزوج على مرته بدون ورقه طلاق بدون الموافقه ديال الزوجه الاولى هذا قانون عنده؟ اين بلاد هادي؟ اين بلاد هادي؟ خصنا هادشي اللي غادي نعرفوه دابا. واش حنا كنقلبوا نزيدوا ببلادنا القدام وكيجي واحد الانسان متخلف عقليا كيبغي يرجعنا اللور؟ وشنو والمشكله؟ انه راه كون غير اتصل وهضر بالمزيان يقدر نتنازل على داكشي كلشي اللي درت. مع ذلك ركب راسو كبير، شنو دار؟ مشى كيقول بانه كان في الهضره اللي كتقول كان هي هذا، وانا كنتحداه عنده 24 ساعه يحط ورقه طلاق. 24 ساعه الا كان فعلا مطلق يحط ورقه طلاق، لانه هي الاثبات القاطع بانه فعلا مطلق. اما الهضره ما عندهاش باش تنفع. انا حطيت الاثباتات، حطيت عقد الزواج، حطيت الجلسات ديال المحكمه اللي كانوا عندنا، والجلسه ديال الاسبوع المقبل اللي كان عندنا نهار 28. انت اين دليل حطيتي؟ ما حطيتي حتى شي دليل. حطيتي بانه ما قال نا وراه هدرت لي التنازل. وفين هي ورقه الطلاق الا كنت فعلا انت مطلق هذه عامين؟ واش كتستحمرني ولا كتستحمر الشعب ولا شكون كتستحمر؟ يا سيدي ربي واش بغيت غير نفهم. انا وليت انا هادشي دوخني صراحه، دوخني ديال بصح، حيت هادشي ما كيقبلوش العقل. واش واحد الانسان باقي مزوج ومشى تزوج، واش دابا 100 درهم 200 درهم كدير بها ما بغيتي في البلاد؟ واش 100 درهم تجي و200 درهم تجيب لك الموافقه ديال التزوج مره ثانيه؟ واش 100 درهم و200 درهم هي دير لك هذا شهاده العزوبه؟ راه ما يمكنش نبقاو نشريو حياتنا بالفلوس، ما يمكنش. هي دابا انا نجي نجيب مليار ونشري عباد الله كامله؟ راه ما يمكنش. راه الواحد خصو يمشي بضميرو بعقلو، ماشي بالفلوس. علاش حنا ما عمرنا تقدمنا للقدام؟ باسكو شنو قاتلنا الرشوه، قاتلنا الكذوب، هادشي علاش عمرنا نزيدو للقدام. غادي نبقاو بلاصتنا، ما عمرنا نزيدو للقدام. كنقول الحمد لله بان سيدنا دار لنا القانون، الحمد لله بان لاله سلمى حتى هي كتعاون معنا، ولكن الشعب ما بغاش يزيد يطلع درجه. هو الملك الحمد لله دار الجهد ديالو باش يزيد بنا القدام. حنا الشعب غبي فعلا. حنا شعب غبي. حنا كيشرينا بنادم بدرهم ويشرينا بنادم بوالو، كنبيعوا ريوسنا رخاص. انا من هذا المنبر هذا الموضوع خصو يوصل للمسؤولين. شكون هذا القاضي اللي زوج هذا السيد هذا؟ او بالاحرى شكون هذا القاضي اللي عطاه الموافقه باش يتزوج؟ وشكون هذا العدل اللي كتب لهم عقد الزواج؟ وبغيت ورقه الطلاق 24 ساعه
ما قلت لك باسكو ورقه الطلاق الا كانت جازه راه غتحطها في دقيقه. انا عطيتك اسيدي 24 ساعه، سير طبر عليها، سير للمحكمه، سير جيبها فين ما عجبك. 24 ساعه حط ورقه الطلاق وهذا كيثبت بانك صح وانا كذابه. راه هادشي ما كيقبلوش العقل يا خوتي. اتقوا الله في عباد الله. واش انتو ما فهمتش شي كيقول لك راه انت حاسده. علاش نحسدها؟ هي انا ما عنديش علاقه بها اصلا، ما كنعرفهاش وما كتهمنيش وما كيهمنيش نعرفها شكون هي اصلا. هي ما كنشوفها، ما شايف انا اصلا، ما هي ما شايفاهاش. انا المشكل ديالي مع منصف مالزي حيت هو اللي كنعتبره بانه فاسد، مواطن فاسد وما كيشرفش المغرب يكون مواطن بحال هكاك. ماشي غير هو، كاع اللي بحالو كلشي بحال. واش دابا هي دابا صافي سي بون، هي دابا انا نهبط للمغرب ندور مع هذا ويدير لي شهاده ما عرف ديالاش ونبقى نطغى على عباد الله، ولا باسكو عنده نسيب في المحكمه كيدير ما بغا طاغي القانون. وقت ما كنت افون وقت ما كنت كنهضر معاه انا كندير اخطاء مجرم والبوليس كيعرفوني كيضربوا لي السلام. شكون نتايا باش الناس يضربوا ليك السلام ولا ما يضربوش ليك السلام؟ شكون نتايا مثلا انت اللي حررتي افغانستان؟ وفكروا معايا عباد الله، راه هادشي ظلم. واش اللي عنده شي بوليسي كيعرفوا ولا شي اللي عنده شي قاضي كيعرفوا ولا اللي عنده شي وكيل ملك كيعرفوا كيدير ما بغا في العباد الله؟ صافي بقى يقتل بالعلالي وبقى يتزوج بالعلالي ويطلق بالعلالي. راه بقات بلادنا بحال هكا راه غادا الى الهاويه. راه فريمون غادا الى الهاويه. راه العالم كتطلع بلادها للقدام وحنايا خوتي كندوروا في بلاصتنا. والله هادشي ماشي معقول، اقسم بلا اله الا الله. راه هادشي باطل. وانا الناس اللي كيقولوا لي بانه فين كنتي زمان ما كنتش كنتبع اخباره، ما كانش كيهمني اخباره. انا ما كنقولش علاش تزوج، يطلقني ناخذ ورقه الطلاق ديالي وناخذ المستحقات ديالي ان شاء الله يتزوج حتى 4. ولكن مادامو معايا ما عندوش الحق وما كنعطيش الحق باش يتزوج. ما يمكنش ومستحيل ومن 7 المستحيلات ترى هاد القضيه. وانا على ذمته انا مستعده ندير كلشي، وهذا الموضوع خصو يوصل للمسؤولين باسكو الا بقات بلادنا بحال هكا كونوا متيقنين يا اللي طرا ليا اليوم غادي يطرا ليك انتي ويطرا لبنتك انت وطرا لاختك انت، وهكذا تستمر الحياه. الا ما فقناش وفعلا عقنا وعرفنا الدنيا شنو كتسوى راه غادي نضيعوا، غادي يكون الشعب كله ضايع. وهذا الشيء ما كينفعناش لا حنا كمغاربه ولا سواء اللي مواطنين في المغرب او لا اللي خارج المغرب. هادشي ما نفعناش ابدا. لازم نمشيو ببلادنا للقدام. وكنكرر وكنعاودها، انا لا علاقه ليا بسحر الصديقي، ما كنعرفهاش وما كتهمنيش نعرفها وما عرفاهاش وما عنديلاش نعرفها. الموضوع ديالي مع منصف مالزي، علاش وكيفاش وشنو عطى بس يجوجوه مره ثانيه وانا على ذمته. هذا الموضوع لازم يتحد، حيت الا ما وقفنا هنايا بحال الزيت غيتنشر. ولا ولات هذه الظاهره منتشره في المغرب مشى. الحمد لله ملكنا عطانا المستحقات ديالنا، الملك ديالنا عطانا الحقوق ديالنا، الملك ديالنا وقف معنا. حنا اللي خارج ارض الوطن واللي كاين في ارض الوطن الحمد لله ديما هو معنا. ولاله سلمى حتى عطات المراه الحقوق ديالها، وما غاديش يجي مواطن يهمش ويعاود يهمش النساء في المغرب، سواء كنت انا سواء كان غيري. انا فيا اللي سكت دابا حتى نشد الطلاق ديالي ونسكت، ولكن لا، مادام هو قال لي اللي بجهدك ديريه، ضربي راسك مع السماوات السبع، وإلا ما سكتي انا غادي ندعيك. انا ما غاديش نسكت. سير دعيني الا عندك علاش دعيني، سير دعيني، وانا ما غاديش نسكت وكنطلب حقوقي وكنطلب المستحقات ديالي. وانا كنكرر ما درتش ليه تنازل، ما تنازلتش ليه على الحقوق ديالي وما عطيتوش الموافقه باش يتزوج. شكون هذا القاضي اللي عطيه الموافقه باش يتزوج؟ وشكون هذا العاد اللي زوجو؟ وشكون هذا اللي شد الرشوه باش يعطيه وثيقه باش يتزوج؟ والراي انا لحت الموضوع وكنتسنى من المسؤولين يتحركوا. السلام عليكم.